اخر اخبار الزمالك، معلش فيديو طويل شويه، الناس بتزهق من الفيديوهات الطويله، لكن في فيديو فيه اخبار كتير. لما نلكم كل اخبار الزمالك، في اخبار لحد ما كويسه ممكن تكون كويسه، واخبار مش احسن حاجه يعني كالعاده الزمالك يعني. فخلينا نبدا باخبار الزمالك. خلينا نبدا بخبر قد يكون جيد. في كلام كبير، كلام كبير وفقا لمصادر كتيره بتؤكد ان الزمالك خلص كل حاجه مع كريم البركاوي لاعب الرائد. فاكرين كريم البركاوي الزمالك كان هيجيبه في الفتره اللي فاتت، وحصل حوارات وبتاع، وبعدين في الاخر راح الرائد. في كلام كبير ان الزمالك انهى كل حاجه، وكريم البركاوي سيصبح لاعب في صفوف الزمالك. الله اعلم خبر رسمي ولا لا، ولكن زي ما قلت وفقا لمصادر بتؤكد ان كريم البركاوي لاعبا في نادي الزمالك الفتره كده، خصوصا الاستاذ محمد مطاوع صحفي زملكاوي هو اللي بيؤكد ان كريم البركاوي قد يكون لاعبا في او لا، هو قال كده بالنص. كريم البركاوي هو مهاجم نادي الزمالك الموسم القادم. كريم البركاوي لعيب جامد، لعيب هايل جدا، اتكلمنا عليه كتير قبل كده. خلينا نشوف الامور هتمشي ازاي الفتره اللي جايه، ولكن وفقا لمحمد مطوع مره تانية كريم البركاوي لاعبا في صفوف نادي الزمالك. طيب، ايمن زحزوح لاعب الجيش الملكي المغربي، لعيب مهم ولعيب هايل، واحد من مواهب افريقيا، لعيب كويس جدا، لعيب ما شاء الله بيلعب جناح يمين وشمال، وبيلعب في كل مراكز الهجوم، ولعيب رائع، موهبه كبيره في الجيش الملكي المغربي، موهبه كبيره يعني. لعيب يفرق مع اي فريق اللي يلعب فيه، لعيب عقليته كويسه جدا، ولو انضم للزمالك يفرق كتير. لكن اللعيب عنده عقد مع فرقته لحد 2027، والجيش الملكي طالب فيه مبلغ كبير، واللاعب عنده عروض تانية من اوروبا. الزمالك مهتم باللاعب، فيه اهتمام، لكن زي ما قلت لكم الزمالك هيحاول يروح للعيب السهل. السهل في ايه؟ السهل في الفلوس، اللعيب اللي هيخلص فري، او لو لعيب فري يجي مثلا، او لو لعيب فاضل له وقت بسيط مع فرقته تقدر تخلص فريقه ويقتنع انه يبيعه عشان ما يخسرش انه يمشي فري. ده اللي هيحصل. هل الزمالك يقدر يضم ايمن زحزوح؟ اتمنى ان ايمن زحزوح يبقى لاعب في الزمالك، ولكن من الواضح ان الامور صعبه حتى الان، لان اللاعب جاي له عروض يقال من اوروبا. فخلينا نشوف الامور هتمشي ازاي. فيه اهتمام من الزمالك، فيه اهتمام، لكن العرض اللي الزمالك هيقدمه للجيش الملكي مش هيرتقي ان هم يوافقوا عليه. فخلينا برضو نراقب الاحداث، والفتره الجايه الامور هتبقى عامله ازاي. لكن صراحه يعني لعيب اتمنى انضمامه لنادي الزمالك. فرجاني ساسي، طلع كلام كده اليومين اللي فاتوا ان فيه اهتمام من الزمالك بضم فرجاني ساسي. اعتقد الاخبار دي مش صحيحه، وفرجاني ساسي ما عندوش ادنى نيه في العوده لنادي الزمالك. فرجاني ساسي اصلا ليه فلوس عند الزمالك، والراجل حتى الان عايز ياخد فلوسه بالحب، تقديرا واحتراما لجماهير نادي الزمالك. لكن فكره عودته اعتقد صعبه. هو مكمل في الدوري القطري، لو عقده فعلا انتهى زي ما بيقولوا مع فرقته غرافه قد ينتقل الى اي نادي تاني، ولكن هو هيستمر في الخليج. الدنيا حلوه، فلوس مفيش مشاكل، الدنيا معاه تمام، شغال هناك بشكل كويس. ما اعتقدش انه هيفكر يرجع نادي الزمالك تاني الفتره اللي جايه. هو كل تفكيره مع الزمالك ان هو ياخد مستحقاته الماليه اللي عند النادي، اكتر من كده وقال. اعتقد فكره عوده فرجاني حتى الان غير مطروحه، او مش هتحصل من جانب فرجاني اكتر من جانب نادي الزمالك. كده ده بالنسبه لموضوع الصفقات والكلام المتداول حتى الان. للاسف ناصر منسي تعرض لاصابه كدمه قويه في الانف، او تحديدا في عظام الانف زي ما بيقولوا. اللاعب اتعرض لاختبارات طبيه. الزمالك عنده مباراه يوم الاثنين امام البنك الاهلي. ناصر يبقى موجود ولا لا؟ هنشوف الامور هتمشي ازاي. نتمنى السلامه لناصر منسي، ما اعرفش ايه حكايه الاصابات في الزمالك. لو عملنا احصائيه لمحمود جهاد منذ بدء لعب كره القدم هتلاقيه ما غابش كتير، لكن منذ انضمام محمود جهاد للزمالك وهو مصاب، دايما مصاب، خلفيه اماميه مش عارف ايه. محمود جهاد غاب المباراه اللي فاتت للاصابه، وسيواصل ايضا غيابه عن المباراه الجايه ايضا بسبب الاصابه. وصباح الفل. في ايه في الاصابات؟ ايه السر؟ محدش عارف. عايزين اي حد يرحمنا من كابتن دونجا والله يا جماعه. طب احمد حمدي كلام مكرر ونفس الصوره ونفس الكلام، هو احمد حمدي جاهز للعب، لكن الراجل عايز يطمن بنفسه والدكتور يقول له العب. الراجل منتظر السفر، وبعد السفر يرجع يلعب. وزي ما قلت لكم قبل كده احمد حمدي قد يبدا مع الزمالك منذ الموسم الجديد، او اخر كام مباراه كده ينزل يلمس فيهم في انتظار فتره اعداد ومباريات وديه من اجل تجهيزه للموسم القادم. قولا واحدا. احمد الجيفالي الموضوع طول قوي. احمد الجيفالي في المرحله الاخيره للتاهيل يا جماعه، خلاص قرب يرجع يلعب. قال كلام النهارده من احد المواقع ان احمد الجيفالي اتمرن ربع ساعه والاصابه اتجددت وخرج، والكلام ده مش صح، والكلام ده مش حقيقي، والكلام ده مش مظبوط. احمد الجيفالي في المرحله الاخيره من التاهيل، واعتقد هيكون جاهز. واللاعب بنفسه نزل ستوري منذ قليل. لكن خلاص الاصابات بتحصل لاي حد في العالم، وانا اصلا ما عنديش اصابه مزمنه، ما كنتش مصاب قبل كده، وكنت العب ماتشات بدون اصابه واحده. لكن مؤخرا انتشر اشاعات حول اصاباتي مع الزمالك وصل الى حد التسليه، واحب اطمن جماهير فريقي انني في مرحله تاهيل، والحمد لله قربت اكون سليم وارجع العب بشكل طبيعي، وقتها الرد سيكون في الملعب. كلام كويس وكلام حلو، الكلام جميل، كلام ببلاش. احنا عايزين الفعل في الملعب، وترجع بالسلامه يا جيفالي باذن الله، واتمنى فيلم الاصابات في الزمالك ينتهي سريعا. زي يا جماعه احنا ضد الشتيمه، ضد الشتيمه بكافه انواعها وبكافه
اسلوبها. واحنا لعبه كره القدم هي لعبه ترفيهيه في الاول وفي الاخر، بنحب نادينا، بنستمتع بيه، بنشجع بيه، احنا ضد الشتيمه في الاول وفي الاخر. رابطه الانديه المصريه قرر حرمان الزمالك من جماهيره لمده ماتشين بسبب توجيه السباب للحكم امين عمر المباراه الماضيه. ضد طبعا توجيه السباب لاي فرد في اي حاجه في اي مكان في اي حته، ولكن هو جمهور الزمالك بس اللي بيشتم؟ تاني مره الزمالك اتوقف في ماتشين في الدوري هذا الموسم. نرجع لفيديوهات الماتشات، هل جمهور الزمالك بس هو الوحيد اللي بيشتم؟ لو ده يبقى تمام، يبقى انتوا برافو عليكم صح. لكن هذا الحال الذي وصلنا له الان يعود الى مجلس اداره نادي الزمالك. تحيه طيبه. وبعد قرارات بايقاف جمهور الزمالك للمره الثانيه هذا الموسم لمده مباراتين. اتمنى تكونوا مبسوطين يا اداره نادي الزمالك. واعتقد الايقاف جه من اجل ان الجمهور يوفر فلوسه ويوفر تعبه عشان خاطر اللعيبه اللي ما عندهاش مسؤوليه، والمدرب اللي ما عندوش مسؤوليه، والمنظومه الزملكاويه كلها اللي ما عندهاش مسؤوليه. والكلمه الشهيره لك الله يا زمالك. اسف اني طولت عليكم، لكن اعتقد كانت مجموعه اخبار كنا محتاجين نتكلم فيها باذن الله. اسف مره ثانيه على الاطاله.